بسم الله. فوزية شابة عندها 20 عام، وكاينة هي وخوها وأختها صغيرة. خوها هو البكر ديال العائلة، كيقرا في فرنسا. أما أختها الصغيرة فباقا كتقرا في الابتدائي. وباها وأمها ناس مثقفين وتيخدموا في التعليم، يعني معلمين أو أساتذة. هاد الشابة هادي اللي اسمها فوزية كتقرا في الجامعة كيف ما قلنا، عندها 20 سنة، دايرة تخصص ديال القانون، عندها السنة الثانية في القانون. عايشة واحد الحياة سعيدة مع الأسرة، أسرة يعني متلاحمة، أسرة يعني كتحب بعضياتها بزاف، عايشين واحد العيشة ولله الحمد. أي واحد ممكن يحلم بيها، أي واحد يتمنى يكون في هذيك الدار السعيدة. الوالدين خدامين في التعليم، الخلطة ديالهم الحمد لله كافية، عندهم سيارة وبخير. البطلة ديال القصة ديالنا وهي الشابة فوزية. فوزية كيف ما قلنا الإخوان واحد البنت ما شاء الله، بنت جميلة جدا ومقدرة كيف ما تنقولوا بالدارجة، يعني كل المواصفات فيها أي واحد يقدر يتمناها. مني ما كتكونش القراية يعني فوزية كتمارس الحياة ديالها بطريقة عادية، كتمشي عند صحاباتها لديورهم، وصحاباتها كيجيو معاها لدارهم. وكاينه واحد الحديقه او واحد جريده قريبه للدار ديال فوزيه. مره حتى هي كيجلسوا تما كيراجعوا يتكلموا على الجامعه، على الدراسه، اللي ما فاهم شي حاجه كيشرحوها لبعضياتهم. حتى لهنا الامور غاديه مزيانه. فوزيه واحد النهار يوم من الايام كانت غاديه الاخوان بحال العاده غاديه للجامعه، وي تلقى ليها واحد الشاب في العمر ديالو ديك كدا وعشرين هكاك، يعني ما بين 30 و20. تلقى ليها بدا كيهضر معها، راكم عارفين الإخوان دوك الشباب اللي كيتلقاو الدريات وكيبداو يلوحوا لهم في الهضرة. المهم الإخوان كل شيء واضح. ولكن البطلة ديالنا اللي هي فوزية هنايا بحكم التربية اللي مربينها والديها، وبحكم أن العائلة كاملة يعني عائلة محافظة، ويعني بعد على هاد المشاكل هذه. يعني مادام أن فوزية عندها هاد الخلفية هكا وعندها هاد العقلية هكا، ف ما هضرتش مع داك الشاب اللي الاسم ديالو عزيز. ما هضرتش معاه، ما عيرتوش، ما شافش فيهش كاع. صافي قالت هذا غير بحالو بحال دوك الشباب اللي طايشين، غنبدل ساعة بخرى ونكمل على الطريق ديالي بحال حتى حاجة ما كاينة. داكشي الإخوة اللي دارت، مشات قرات الحصة ديالها، رجعت للدار بحال ما كاين حتى حاجة، يعني مارست الحياة ديالها يعني عادية. ولكن الإخوان هداك الشاب هداك مني شاف هاد السيدة هادي، صافي ولات كتبان ليه غير هي، ما حتى الخدمة ديالو ما بقاش مركز فيها. صافي ولا مرة يعني مني كيصيب الفرصة وكتبان ليه دايزة غير بوحدها، ما معاها حتى واحد في صحاباتها ولا شي حاجة، ولا في الزملاء ديالها من الدريات اللي معاها في الدراسة، كان تيحاول يتعرض ليها. واحد المرة تاني نفس المسألة تعرض ليها باش يهضر معها، ما كانش يخسر ليها الهضرة ولا يعايرها ولا يقول لها شي حاجة اللي ما هياش، ولكن كان غير تيبغيها تعطيه وقت وتشوف فيه وتهضر معاه ولو غير كلمة وحدة أو توقف معاه. ولكن هادشي هذا كان مستحيل، يعني ما قدرش يشوفه من فوزية. علاش؟ حيت كانت يعني عارفة اش باغية من الحياة، و يعني كما تنقولوا مخططة للحياة ديالها. اللي كيدوزها من ديك الطريق هو الدراسة والجامعة.
المرة الثالثة ثاني الإخوان تاني يحاول يهضر معها، ولكن يعني بدون نتيجة يعني فوزية، ما تفاعلتش معاه. نفس القضية، ما هضرتو ما حتى حاجة. مشات الإخوة الأيام، وبقى هاد السيد هذا أو هاد الشاب اللي سميتو عزيز بقى على نفس المنوال أو على نفس العادة. مرات يحاول يهضر معها، مرة كيقول لها شي كلمة زوينة، ولكن هي كما تنقولوا في الدارجة ما دامنا والو. وهو كان ذكي، حيت ما تسرعش، قال زعما يقول زعما هاد السيدة ما ديت منها والو، راه صافي، راه راسها قاصح، ولا يسبها ولا يخسر ليها الهضره ولا يضربها. كان ذكي يعني، بقى كما تيقولوا ما فقدش الامال، بقى دائما مرة كيجي لتمايا. ومني كيشوف الفرصة مواتية يعني كاينه غير بوحدها، كيحاول يجرب ساعدو كيف ما تنقولوا حنا بالدارجة. المهم الإخوان، مع مرور الأيام، هي حقيقة هاد القضية ما قالتها لتا واحد، ما قالتها لا لصحاباتها ولا لمالين الدار ولا حتى حاجة. قالت صافي، كل نهار كتقول صافي، راه واحد النهار راه غادي يمشي في حالاتو، راه برهوش هداك ولا ما عنده عقل. هادشي اللي كتقول مسكينة. بقات هكا، واحد النهار بدل معاه الكلام، يعني داز معاه لمستوى آخر، باش تعرفوا السيد بأنه ذكي، وبأنه كما تنقولوا دارها بين عينيه. واحد النهار بدل معاه الكلام، وقال لها أنا راه ناوي المعقول، وأنا راه كنت ولد الحرام، كنت ما مزيان. شكون راه النهار الاول مشيت في حالاتي مني ما ديتيها فياش، مني ما هدرتينيش. ولكن شوفي انا شحال ديال الوقت وانا كنضرب في تماره، ودائما كنجي. انا راه ولد الحلال، ولد عائله كبيره وعائله محافظه ومحترمه، والحمد لله راه حنا ناس يعني ناس بخيرنا كيف ما تنقولوا، ما خاصنا تخير. وفعلا هما يعني عائله، يعني الامور عندهم ميسره، الامور الماديه يعني ميسره، ما عندهمش مشكل. هو تيخدم، هاد الشاب هذا تيخدم مع باه يعني رجل اعمال. باه رجل اعمال وتيعاونو. ما عندوش هاد الشاب شي خدمه، يعني ما عندوش يعني شي مهمه معينه مع الوالد ديالو، ولكن تيعاونو في امور مهمه. يقدر يتكلف ليه بشي حساب، يقدر يخلص ليه الخدامه، يقدر يقابل ليه شي مشروع، يقدر الى غير، يقدر يعوض شي واحد في الخدامه الا كان مسافر. يعني نقدروا نقولوا باه حاسبه بحال الجوكر، يعني تيخدموا هنا ولهيه. كيف ما قلنا حتى هو تبارك الله برزقه. المهم الاخوان، بقات هي كل عقلها مرة هكا تيقول لها راه حنا ناس مزيانين وكذا ولهيه. اذا الاخوان بدا كيتمكن منها السيده مسكينه، يعني ما عرفاش لا التحرميات وهاد القوالب. قالت هاد السيد ربما راه كيدوي من نيتو، ربما فيه الخير. قالت ماشي مشكل، انا اصلا يعني سنة الحياة ضروري ما خاصني نتزوج. قالت يعني راه غنتزوج، لما تزوجش اليوم نتزوج غدا. وهاد الشاب كيبان ليا مزيان، انه مده هو يحاول يعترض طريقي، وما عمري سمعت منه شي كلمة خايبة. ولا قالت هذا راه مزيان، راه يقدر يسر فيه الله، مادام مبرزطني وكذا ماشي مشكل، نمشيو معاه في طريق الحلال وطريق المزيان. المهم الاخوان، ما كتبغيش تجلس معاه في شي بلاصة، يعني استعصات عليه ولو يعني بدات كترطاب، ولكن ما كتبغيش تجلس معاه في شي بلاصة، ولا يعني انسانة محترمة. الاخوان، مشات الايام وجات كما قلنا، وبين ليها يعني من الهضره ديالو، عطاها من الكلام الحلو، يعني تيقنت ان الشاب مزيان وناوي المعقول. واحد النهار يعني حاول معاها، قال لها نجلسوا في القهوه ونهضروا وكذا. والو ما بغات، نشربوا شويه ديال العصير وارتاحوا. دابا حنا راه ان شاء الله قدامنا مستقبل، وحنا ولينا واحد وكذا ولهيه. المهم الاخوان، هادشي اللي كاين. أه ولكن والو ما بغاتش. واحد النهار، هنا فين غتكون نقطة التحول،
واحد النهار الاخوان قال لها راه واحد صاحبي داير واحد عيد الميلاد وعارض على بزاف ديال الشخصيات. قال لها راه كاينين شخصيات كبار وقال لها يعني راه الامور غتكون هانيه وغتكون بخير. وقال لها راه كاع الناس اللي عارض عليهم راه كلهم من مدينه اخرى، يعني راه حتى واحد ما يقدر يعرفك ولا. المهم الاخوان عطى هذاك الكلام الحلو ووسوس ليها. المهم قال لي غادي نمشيو غير نحضروا لك عيد الميلاد وندي واحد الهديه وراه غيكونوا الناس كثار، يعني ما داكشي اللي تخافي، راه حنا يعني جالسين وسط الجماعه واللي سولنا غنقول ليه هذه راه خطيبتي. فعلا الاخوان فعلا الشابه فوزيه يعني قبلات بهذا العرض، قالت ما كاين مشكل، هاد السيد بين ليا من الخير ومن الكلام الزوين ومن المعقول، بين ليا ما يعني بين ليا بالقدر اللي ما غاديش يقدر يضحك عليا ولا. مشات معاه على نيتها، غاديين وصلوا لواحد الموبل، طلعوا في الدروج، غاديين تدخلوا للدار. اذا بالدار الاخوان خاويه، ما كاين لا عيد ميلاد ولا مناسبه ولا حفله ولا حتى حاجه. الدار خاويه. السيد اللي هو عزيز يعني ممجد الدار من قبل وكان كيتسنى في هذا اليوم هذا باش يلعب لعبته كيف ما تيقولوا بالدارجه. قالت ليه اش قلتي لي عيد الميلاد وحشومه عليك، انا ثقت فيك وكذا. قال لها بدا كيخربق ليها غير كذا غير من لهيه، راه انت بغيت نجلس انا وياك فشي مكان منفرد ونهضروا على مستقبلنا، وانت مني ما تصنتش ليا، مني بغيتيش تجلسي معايا في القهوه وكذا. درت هاد الحيله هادي، بدات كتقول لي لا هادشي شو ما عليك. بدات تبدا تغوت وهو يسد ليها فمها. مني سد ليها فمها الدريه كانت ذكيه، بانت ليها واحد القرعه في الصالون، قرعه ديال الماء وكاس كان كيشرب منهم. صافي مني بانت لي هذيك القرعه ديال الماء ديال الدجاج عقبت سكتت. شوف تبارك الله الذكاء والحنكه، الله بغى ليها الخير. المهم نكملوا الاخوان. عقبت سكتت وقالت لي صافي تدرك ما وقع باس، غير كان لك تقول لي الحقيقه وكذا ومن لهيه. مشاو الاخوان ريحوا وحده ديك القرعه، بداو تيهضروا وهي كتحاول كتهضر معاه وكتسمع وفي نفس الوقت كتقلب على احسن لحظه، كتقلب على كما تنقولوا حنا اللحظه المناسبه اللي تكون مناسبه جدا باش تماطل ديك القرعه، تشدها من العنق ديالها من العنق ديالها وتعطيه شي ضربه. هي ما باغاش الاخوان تقتلو، ولكن شافت راسها مسكينه انها طاحت في مصيبه وانها حصلت وانها الماضي ديالها ماضي شريف وماضي نقي وبنت عائله كبيره، وشافت راسها بسبب هذا الخطا وهاد الغلطه وهاد الخطوات القليله اللي جابتها لهاد الفيلا او هاد الموبل، غادي تقلب ليها حياتها راسا على عقب، وغادي تشوه العائله وغتوقع كارثه وتقدر تنتحر ولا دير شي مصيبه والعائله ما ترضاش وخوتها والى غير ذلك. والديها مربينا تربيه حسنه، يعني حاولت ما امكن يعني بالكاريزما اللي عطاها الله انها تبقى ثابته وتسنى ديك الثانيه او الجزء من الثانيه المناسبه باش تماطل القرعه وتعطيه الضربو للراس. شي ضربه اللي ما غاديش تقتلوه، غير يطيح يفقد الوعي. وداك الشيء الاخوان اللي كان يعني قبل ما يتعدى عليه هذا الشاب هذا او ما حيت غالبا النيه ديالو كانت سيئه الاخوان، قبل ما يتعدى عليها الاخوان، قبل ما تجي ديك اللحظه ديك الكارثه، الفتاه كيوفقها الله سبحانه وتعالى كتهز ديك القرعه وكتشحطوها الاخوان للجبهه ديال الراس حتى كيفقد الوعي، وكتحل الباب قبل الاخوان
ما تمشي في حالاتها وتهرب، تأكدت بأنه يعني ما ميتش، بأنه غير فاقد الوعي وباقي حي. حلت الإخوة الباب ورجليها كيرتاجفوا وكتقفقف. حلت الإخوة الباب وهبطت، وكتوجه بحكم الإخوان أنها كيف ما قلت لكم في الأول عندها السنة الثانية في القانون، يعني عارفة شوية القانون. توجهت الإخوة الأقرب كوميسيرية، وقلت لهم ودي راه اللي كاين وها اللي كاين. اتصلوا الناس ديال الشرطة، صيفطوا واحد المجموعة ديال الشرطة منهم، صيفطوها للفيلا. صابوني داكشي اللي قلت لهم هو اللي كاين. هزوه داو للسبيطار، عيطوا لي الإسعاف، داو للسبيطار. من بعد ما خداو الإجراءات اللازمة وطالعوا على عين المكان، وفي المغفر ديال الشرطة عطاتهم الرقم ديال الوالدين ديالها الإخوان. جاو الوالدين ديالها لعين المكان، قالوا ليها بنتي راه كانت خايفة بزاف، ولكن هما بنتهم كانوا كيتيقوا فيها بزاف. عاودت ليهم كل شيء امام الشرطة. حتى الشرطة قالوا لهم بان هاد البنت راه كتبان بنت درويشة ولا عمرها دار، غير بشوية عليها، راه مسكينة راه ما ذنبها حتى حاجة. المهم الإخوان الحمد لله داروا الشكاية ديالهم وتصنتوا ليها، يعني ساعات وما كيتصنتوا ليها، تقريبا شي ساعتين. من الإخوان البنت مشات مع والديها الحمد لله، نجات من كارثة يعني كان غيتعدى عليها أو كان غيقتلها أو. وهو الإخوان بقاو معاه في الإجراءات القانونية. لا شك أن العقوبة ديالو غتكون قاسية. هاد القصة الإخوان ما حكيناهاش باش نستمتعوا بها وصافي، أي قصة كنستمتعوا بها، ولكن هادي غادي نستمتعوا بها، وفي نفس الوقت غادي الإخوان ناخدوا منها الدرس والعبرة. ما عمري نتقولب أنا كفتاة أو كشابة، ما عمري نتقولب ونطيح في المصيادة يقول لي شي واحد يلاه معايا لهنا ولا لهيه ولا عيد الميلاد ولا غادي وخا يقول لك غادي للجامع. هو انسان غريب وانت شابه وعندك شرف ديالك وعندك كرامه ديالك، ما يمكنش تثقي في شي واحد في هذه الحياه هذه. فدائما الاخوات والاخوان دائما خذوا الاحتياط ديالكم، وما يضحكش عليكم شي واحد. وشوفوا وخذوا القصه من سميرة اللي لولا قدر الله سبحانه وتعالى لا كانت شي مصيبة أو شي كارثة والعائلة كاملة غادي تضيع وغتوقع كارثة كبيرة. نتمنى إن شاء الله القصة تكون نالت الإعجاب ديالكم، ونكون إن شاء الله ضيف خفيف على الأذان ديالكم. كان معكم ابن عمر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.